مساء الخير عليكم. يوم جديد واسبوع جديد وداخلين على سنة جديدة، خلاص بينا في ديسمبر تقريبا. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. الواحد كبر في السن، خلاص بقى الواحد بعد كده اللي ناقص يعمله انه يخش على الانترنت ويسجل فيديوهات على اليوتيوب. ايه منى رفعت الله من المنيا، وعندها تقريبا 25 سنة، وكانت معروفة بأخلاقها الحلوة وسمعتها الطيبة، ولا كان ليها أي عداء مع أي حد. بنت لسه مخطوبة جديد وفرحانة بخطوبتها وبشبكتها اللي حصلت تقريبا من أسبوعين، وكانت بتوري الخطبة الذهب اللي جابها لها خطيبها لكل الناس اللي حواليها، زيها زي أي بنت فرحانة بالخطوبة وبالشبكة وبالفرحة الجميلة دي. منى بتشتغل شغلانة صعبة شوية كبنت إن هي تشتغلها، ولكن الشغلانة هي تحصيل أموال لشركة تمويل صغيرة، يعني وظيفتها إن هي تجمع أقساط من الزباين، وهي شغلانة مش دايما البنات سهل تشتغلها ولا أي حد عموما يشتغلها. بس منى كانت بتحب شغلانتها وكانت شاطرة فيها جدا بسبب أخلاقها وبسبب سماحة وبشاشة وشها، وفي الآخر ده أكل عيش، محدش بيختار أكل عيشه. يوم 14 مايو منى صحيت الصبح زيه زي أي يوم تاني ورايحة شغلها عادي جدا، وكان عندها حبة مشاوير في قرية اسمها قرية الشيخ عطا، وكانت منطقة بعيدة شوية عن مكان سكنها وكان فيها شوية مقابر، والهدف ان هي كانت رايحة القرية دي عشان كانت عايزة تقابل زبون كان عليه أقساط وعايز يدفعها. ومنى اضطرت توافق بمجرد ان هي تجيب الفلوس المتأخرة، وعشان تقدر شركتها تنبسط منها ان هي جابت اقساط متأخرة من زباين، وهنعمل ايه، هو الرزق عايز كده. وفضلت منى على تواصل مع الزبون ده عشان يحددوا هيتقابلوا فين بالظبط، والراجل على التليفون قال لها تستناه جنب المقابر عشان يقابلها ويديها الفلوس. للأسف منى ما كانتش تعرف ان هي كانت مستنية شيطان على هيئة بني آدم، وبعدها للأسف اختفت منى، محدش سمع منها أي خبر. ما رجعتش اليوم ده بالليل وتليفونها اتقفل. أهلها قلقوا جدا وكلموا كل أصحابها وكل معارفها اللي في كل مكان، وأي حد من زمايلها في الشغل يمكن يعرفوا هي فين، ولكن للأسف بدون أي فايدة، واضطروا في الاخر اهلها ان هم يكلموا الشرطه. خبر اختفاء منى عمل حاله ذعر في البلد، ما تنسوش ان دي بلد صغيره، واهل القريه ساعدوا اهلها ان هم يخرجوا يدوروا عليها في كل حته. لما تكون عايش في قريه صغيره زي كده، اي خبر زي ده ينتشر يعمل ذعر في البلد، والاهل يبداوا يقلقوا على اولادهم واهاليهم ومراتاتهم واولادهم، وكمان الناس بدات تنشر على السوشيال ميديا يمكن حد يعرف فين منى. الشرطه بدات تتحرك بسرعه عشان يحاولوا يعرفوا ايه اللي حصل لمنى وراحت فين، ولكن الامر كان فيه لغز غريب ويمكن وراه مجرم. الموضوع طول، اخذ اكتر من يومين 3 و4 لحد اليوم الخامس، وفي الايام دي صدقني الشرطه كانت بتتحرك بسرعه وعايزين يعرفوا ايه اللي حصل واي دليل يمشوا وراه. المشكله هنا انه مش هقدر الوم على منى، لانه منى نشرت على الفيسبوك وحطت ذهبها على الفيسبوك وفرحتها بخطبتها على الفيسبوك. مع كل احترامي للناس اللي بتحط كل تصرفاتها وخطواتها واحده بواحده على السوشيال ميديا، ادي اللي جالنا من ورا ان احنا بنحط كل خطواتنا بدقه وممتلكاتنا على الفيسبوك، والحركه دي غالبا هي اللي خلت منى للاسف تقع في الورطه اللي هي وقعت فيها. ولكن منى نشرها لذهبها على السوشيال ميديا دي ما كانتش حركه الواحد مفروض يعملها، خاصة إذا أنت بتلمي فلوس من ناس مديونة. المهم اليوم الخامس ظهرت دلائل من الشرطة، وأهالي قرية الشيخ عطا بلغوا الشرطة بوجود جثة في المقابر، والتقرير بيقول إن الجثة كانت مرمية عند المقابر وشكلها صعب جدا ومستحيل التعرف عليها، لأن كانت ملامح وشها وها تماما. الشرطة فورا توجهت للمقابر واخدوا الجثة ونقلوها بعد كده للمشرحة، والموضوع اخد وقت شوية عشان يعرفوا الDNA بتاع الجثة وهل الجثة دي ليها علاقة بموضوع منى او لا. وبعد فترة من البحث في الDNA عشان يعرفوا هل الجثة دي هي اللي بتطابق مواصفات منى، وللأسف اتضح الامر انه فعلا هي دي كانت جثة منى المتوفية. خبر العثور على جثة منى لأهلها كان زي القنبلة نازلة عليهم، حالة حزن هستيري عمت القرية كلها وعمت الأهل كلهم، وما بقاش في بال الأهل غير إن هم عايزين ياخدوا بطار منى. وبعد ما شيعوا جنازتها في حالة حزن ودموع، وصل الخبر لخطيبها في السعودية، وللأسف انهار هو كمان، ويقال خطيبها إنه دخل في حالة صرع وأغمى عليه واتنقل على المستشفى. الحالة سيئة جدا والوضع صعب، والشرطة في صراع مع الزمن إن هم يعرفوا مين القاتل وإيه اللي حصل بالظبط، وعايزين يجيبوا
يجيبوا أي دليل يوصلوا بيه للي عمل الجريمة البشعة دي. السؤال المعروف دلوقتي واللي الناس كلها عايزة إجابة عليه فورا وأولهم الشرطة، مين اللي عمل الجريمة دي وإيه السبب ورا الجريمة البشعة دي؟ الشرطة بدأت التحقيق بشكل طبيعي مع المحققين إن هم يعرفوا خط سير منا من أول اليوم عشان يعرفوا بالظبط إيه اللي حصل ويمشوا خطوة بخطوة لحد لحظة اختفائها، وهو حوالين المقابر في الشيخ عطا. آخر واحد كلمته كان الزبون اللي كان عليه فلوس وكانت رايحة تاخد منه الفلوس، وده أول طريق الشك عند الشرطة فورا. وكان كمان الدليل التاني للشرطة إنه الذهب اللي كانت لابساه منا وقت ما كانت رايحة تقابل الراجل تاخد منه الفلوس اللي عليه، لما عثروا على الجثة في المقابر الدهب كله كان مختفي. يعني في الحالة دي حصل حاجة من الاتنين، الشخص ده يا اما لسه معاه الدهب يا اما خد الدهب وباعه. والشرطة كانوا بيتمنوا ان الشخص اللي خد الدهب وعمل الجريمة دي يكون قرر ان هو يبيع الدهب او يكون فعلا باعه، وفي الحالة دي لازم الشرطة تمشي ورا الصاغة ومحلات الدهب. وبالفعل الشرطة وصلت واحد من المحلات اللي استلم الذهب واشتراه من شخص، وفي ايام قليله كانوا قبضوا على المتهم، واللي طلع فعلا زي ما انت حاسس انه نفس الشخص اللي قابلته منا عشان تاخد منه الاقساط اللي عليه. الادهى من كده والحزين في الموضوع ان اللي اتقبض عليه اعترف بكل حاجه بسهوله جدا، وما كانش عنده اي نوع من انواع الرحمه ولا الخوف من اللي عمله ولا من ربنا ولا من أهل منا اللي لحد دلوقتي عايشين في صعوبة إن هم يعرفوا اللي حصل لبنتهم. زي ما تقول في بعض الأشخاص في الدنيا حوالينا للأسف في وقت الضغط وفي وقت الصعوبة يبقوا زي الشيطان ومستعدين يعملوا أي حاجة عشان الديون اللي عليهم تختفي. وفي حالة منا للأسف هي القتل والتشويه. واللي خليني اقولك ان هو قال الموضوع واعترف بالموضوع كله كامل بسهولة جدا هو انه هو اللي قال السيناريو ده للشرطة بكل تفاصيله من غير ما يخبي اي حاجة. المتهم اسمه علي ومن السن عنده 29 سنة وبيشتغل عامل في القرية، وكان واخد قرض من الشركة اللي بتشتغل فيها منا، والراجل ما كانش عايز يدفع الاقساط اللي عليه اصلا، ولكن عينيه كانت على الشبكة اللي منا حطتها على الفيسبوك أو السوشيال ميديا، وبدأ الوسواس يشتغل في دماغه إنه لازم يوصل لفلوس الذهب دي بأي طريقة، والطريقة الوحيدة اللي يوصل لها إنه يكلم منا ويقول لها إن هو عايز يدفع الأقساط اللي عليه. ومنا للأسف تقع في الفخ بتاع الشيطان ده عشان تروح ويقابلها ويحصل اللي حصل. وفي الأقوال بتاعته علي قال إن هو كان عايز يستدرجها لمكان بعيد عشان ياخد منها الذهب ويصرفه، وفعلا خدها للمقابر على حسب التقرير وخبطها على دماغها من ورا بحجر كبير، ومنها فورا فقدت الوعي. في حالة علي دي بيوصل لدرجة من اليأس ومن ان هو مش قادر يتصرف اي تصرف، ان هو يكون desperate جدا وان هو يكون عايز يجيب فلوس بأي طريقة حتى لو هيقتل وياخد روح حد. والأصعب من كده انه فاكر انه شاطر قوي عشان يشوه الجثة تماما. ونفسي أوصل رسالة للناس المجرمين اللي فاشلين في الإجرام إنه في حاجة اسمها DNA، مهما شوهت الجثة أيا كان برضو الناس هتقدر توصل للDNA بتاع الجسم. المجرم علي بعد ما الشرطة جابته وخدت حق منا تم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام، وده كان بمثابة رحمة على قلب مامة منا وأبو منا بعد ما سمعوا الخبر اللي حصل لبنتهم. قصة مؤلمة وصعب جدا نهايتها، ولكن يمكن ده ناخد منه درس بسيط ان مش كل حاجة ننشرها على السوشيال ميديا ومش ادق التفاصيل نحطها على السوشيال ميديا عشان بس ننبسط ونفرح نفسنا ونتشهر. الشهرة بتيجي للأسف بتمن كبير، ساعات نقدر نتحمله وساعات لا. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.